اهلا وسهلا بيكم. معاكم مصطفى احمد من كوره تتش. النهارده هنحلل ماتش الاهلي والالومنيوم في كاس مصر دور ال 32. نبدا الحلقه طبعا بضغط من النادي الاهلي. الاستحواذ كان طبعا للاهلي. الالومنيوم طبعا كان منطقي انه يرجع يدافع، والالومنيوم على فكره كان عايز يخطف الماتش، بس هشرح ازاي يخطف الماتش في اخر الفيديو. المهم ان الاهلي طبعا حاول في كذا كوره ووصل كذا مره للجون، بس الكور كلها كانت بتطلع بره. في كورتين عايز اتكلم عليهم في التحكيم بصراحه، وهو الكوره بتاعت بيرسي تاو اللي هي ما كانتش تسلل اصلا. تمام، اي نعم هو بيرسي تاو ضيعها بس هي ما كانتش تسلل. الكوره الثانيه بتاعت ركله الجزاء كهربا شاطها وقدر انه يدخلها جون. كان المفروض الحكم يسيب الكوره لحد ما لحد ما يشوف الكوره مصيرها ايه. بعد كده طبعا اسامه ابو علي بيخش يضيع لاول مره، يعني اول مره من ساعه ما بدا يسجل ضربات الجزاء او بدا يسدد ضربات الجزاء. اول مره من ساعه ما بدا يسدد ضربات الجزاء انه بيضيع. دول مثلا الحاجات اللي انا شفتها خلال الماتش. الاهلي ضاغط اغلب الماتش طبعا. نادي الالومنيوم بيدافع. نادي الالومنيوم كان عايز يخطف اللقاء ازاي؟ كان عايز يفضل يدافع لحد ما يوصل لضربات الجزاء، والاهلي مش قوي في ضربات الجزاء، فكان هو متدرب شويه ان هو يبقى عنده لياقه بدنيه انه يقدر يكمل الماتش مع الاهلي ويقدر يدافع مع الاهلي للمده دي كلها، عشان يقدر يخطف الاهلي في ضربات الجزاء، لانه ما كانش عنده حل تاني. هو انا مش هقدر افتح خطوطي مع فرقه زي الاهلي عندها خبرات كتير ومن اقل الكور ممكن تخلص. يعني هو ما كانش عنده حل غير كده، ان هو يستنى لغايه ضربات الجزاء، لان هو ما يقدرش يفتح خطوطه مع الاهلي. ريسك كبير جدا وممكن يخسر منه بسكور، فهو ما كانش عنده اي حل غير ان هو يوصل مع الاهلي لضربات الجزاء علشان يقدر انه يعدي النادي الاهلي. وكمان النادي الاهلي للاسف في ضربات الجزاء ضعيف شويه. اغلب اللعيبه بتاعت الاهلي بتضيع في ضربات الجزاء، فدي كانت هتكون الفرصه الوحيده لنادي الالومنيوم عشان يقدر يخطف اللقاء. طبعا حصل تبديلات عشان تتعدل التشكيله شويه. بعدين برضه انا شفت كريم نيدفيد بدأ ان هو ياخد دور زي امام عاشور بانه يتقدم قدام، وده تدوير للعيبه. طبعا انا شايف ان مارسيل كولر ما غلطش في اي حاجه في التشكيل، لان من المنطقي ان انا مش هلعب بكل لعيبتي الاساسيه وانا عندي ماتش كمان 3 ايام في ان انا هقابل بيراميدز. بنلاحظ ان الكور برضه في ضغط على نادي الالومنيوم لحد ما بتيجي الكوره اللي من على اليمين لمحمد هاني اللي بيسجلها جون بعد الدقيقه 90، اللي هي شاطها محمد هاني وخبطت في بعض المدافعين ودخل الجون. طبعا في نهاية حلقتنا اتمنى تكون الحلقة عجبتكم، اتمنى تعملوا لي لايك على الحلقة، ويا ريت تقولوا لي في الكومنتس لو في اي تعليقات منكم على التحليل. هستنى اسمع رأيكم. شكرا جدا لكم.